ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في احسن صحة واتم حال يا رب. وفيت بوعدي معاكم وعملت لكم الفيديو المنتظر. كل الحاجات اللي انتوا بتشوفوها في الفيديوهات عندي وبتسألوني جايباها منين، والحاجات دي انا بكون عاملاها هاند ميد. بصراحة بتوفر معايا اكتر، خامات بسيطة جدا واقتصادية وافكار سهلة، يعني هتنفذوها ان شاء الله بسهولة. فضلا منكم بقى تعملوا لايك قبل ما ابدا الفيديو، علشان هو ده اللي هيرفع معايا الفيديو، وانتوا بصراحه مقصرين معايا جدا في اللايكات والكومنتات. ففضلا منكم بقى ان انتوا تعملوا لايك كده وتشجعوني علشان انزل لكم فيديوهات جايه كتير. يلا بقى نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ويلا نسمي الله ونبدا الفيديو. اول حاجه هنبدا بيها النهارده هي الفاز الرقيقه الجميله دي، بجد حلوه جدا. ده يا بنات شوب بتاع عصير بيتباع في محلات الادوات المنزليه، هتلاقوه يعني، وفي منه كمان اشكال كتيره جدا، وبيتباع كمان منه فرداني يعني مش بالطقم. كان الواحد ب15 جنيه، يعني يا بلاش اصلا. الفاز بالشكل ده انا شفتها كان سعرها بجد معدي فوق ال100. الشريط السيلفر بس هو ممكن يكون غالي شويه، بس بالنسبه لي هيوفر برضو معايا، لان انا بشتغل بيه في حاجات تانية هاند ميد، فمش هيخسر يعني. وحطيت الورد ده وبقت احلى فازة ممكن تشوفوها، شكلها راقي وسيمبل جدا. انا هستنى رأيكم بقى في الكومنتات تحت، تقولوا لي ايه رأيكم فيها. تعالوا بقى نشوف الفكرة التانية، وهي المبخرة دي كانت كهربا، فبصراحة كانت بتضايقني كده، ما كنتش بعرف اشغلها. الفيشة بتاعتها ب3 سنون، ماما كانت جايبها لي من السعودية، وهناك بيعملوا الفيش بتاعتهم ب3 سنون، فبتضطري ان انت تجيبي لها فيشه بتركبيها علشان تيجي بقى على مفاتيح الكهرباء عندنا. فطبعا بقى كل ما اجيب الفيشه دي كانت مش بتبقى شغاله، بتبوظ بسرعه كده. فريحت دماغي بقى وشلت منها السلك خالص، وقلت خلاص هخليها بقى مبخره فحم. حسيت كده ان هي لازم يتحط لها اي تاتش، فطقم الديكور اللي عندي او الاكسسوار اللي هو موجود على الدلسوار والسفرة كان اوف وايت، فقلت هحط لها لولي كده اوف وايت في الخرز اللي هو فيه الفصوص ده، لونه سيلفر. هعمل ميكس كده ما بينهم، وبجد طلعت تحفة. مليت الفراغات اللي هي اصلا المفروض الفراغات دي معمولة علشان تطلع الريحة بتاعت البخور. طبعا ما سدتش الفتحات كلها، حطيت بس كده تاتش بسيط في فتحات للبخور. هتلاقوني وزعت الخرز على المبخرة كده. بصوا يعني بمنتهى السهولة، بعمله بالشمع بيتعمل على طول. لو عايزاه بقى يثبت معاكي اكتر من الشمع هتستخدمي غيرة. هي بتيجي كده في علبة صغيرة، الغيرة بتستخدميها بالفرشة، فرشة اللي هي بتاعة الالوان المية دي، ممكن اصغر فرشة عندك عشان تقدري تتحكمي فيها. وبعد كده بقى بتثبتي الفصوص دي بالغيرة، بتلزق بقى ما بتطلعش خالص لو انت خايفة ان الشمع يعني يطلع معاكي الخرز بعد كده. فضلا منكم بقى تعملوا لايك على الفيديو. بصوا يا جماعة، انا بقدم لكم هنا في القناة، بحاول على قد ما اقدر ان انا اقدم لكم محتوى متنوع في كل حاجة تقدروا ان انتوا تستفادوا منها. يعني انت تقدري مثلا تاخدي افكار الهاند ميد دي تعمليها كشغل ليكي اونلاين، اشتغلي من بيتك. الشغل الهاند ميد ده حلو جدا على فكرة، وكل الناس او معظم الناس يعني بتنبهر بالحاجة اللي معمولة هاند ميد اكتر من الجاهزة. انا زي ما وعدتكم في فيديو العودة ان انا هعمل لكم محتوى متنوع، بحيث ان انتي مثلا لو دماغك جايباكي في اي طريق هتعرفي تمشي فيه. يعني دماغك جايباكي ان انتي تعملي هاند ميد، ان شاء الله هديكي افكار للهاند ميد. دماغك جايباكي ان انتي تشتغلي في الحلويات، في الشغل اللي هو بتاع المحلات بقى، مش الحلويات اللي احنا بنعملها في البيت وبس، لا، تقدري ان انتي تطلعي منه اوردر، تورت وجاتوهات. فانا بحاول على قد ما اقدر ان انا اوفي بوعدي معاكم، وتبقى القناه عندي متنوعه، بحيث كل اللي يلاقي نفسه في حاجه هيلاقيها ان شاء الله، بجانب طبعا محتوانا الروتين والحاجات التشجيعيه الجميله اللي احنا بنحبها. انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ علشان اعرفكم بس ان انا قد ايه والله بتعب في الفيديوهات دي. يعني انا حرفيا كده اليوم كله بعمل في الفيديو اللي انا ببقى عايزه انزله لكم. فطبعا كمان تنوع الافكار وان انا اسجل لكم عليه صوت، ده بياخد مني مجهود ذهني مش قادره اوصف لكم.
متعب جدا. فطبعا لما بلاقي بقى التفاعل على الفيديو برضو مش قد كده او مش زي ما انا متوقعه، بزعل وبتضايق وبحس ان انا مجهودي كده بيبقى في الارض. بس فالفكرة كلها ان انا عايزة اوصل لكم ان انا بتعب على محتوايا، فياريت بقى الاقي مقابل والاقي تشجيع كده منكم ان انتوا تحطوا لايك على الفيديو، علشان اللايك ده هو اللي بيخلي الفيديو ينتشر اكتر ويظهر للناس، فبالتالي تعبي مش هيروح هباء. فرجاء منكم اعملوا لايك وكومنت مشجع. تعالوا بقى نشوف الاختراع الثالث. شايفين شكلها النهائي طلع قمر ازاي؟ بجد تحفة جدا، والاستراس متوزع كده بطريقة حلوة وبسيطة. جربوها بجد هتعجبكم قوي. لو عندكم اي مبخرة في البيت سادة كده ما فيهاش اي حاجة، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. تعالوا بقى نشوف الاختراع الثالث. بصوا الفص ده هو ليه زي سن كده، ده بيتركب في اي حاجة كابوتونيه. لو السرير عندك كابوتونيه ممكن تجيبي الدبوس ده وتركبيه. لو الانتريه اي حاجة موجودة عندك كابوتونيه هينفع معاها الدبوس ده. فانا رحت المنجد وجبته منه وشلت السن بتاعه بالقصافة، لان انا مش محتاجة السن. انا هلزقه في العلبة اللي انتوا هتشوفوها دي من غير السن. دي علبة كده بتاعت اسبوع كنت جايباها، وعملت فيها شمع. جبت الفتيل بتاع الشمع والشمع الخام وعملته. كنت عاملة معاكم الشمع كله بالتفاصيل في فيديو هنا على القناة، لو محتاجينه هسيبه لكم في الديسكريبشن. وبصراحة بعد كده بقى رحت قلت ايه، هفضي الشمع اللي جوه العلبة دي، هسيحه تاني من اول وجديد واحط له فتيل جديد في علبة تونة. علبة التونة عايزة اقول لكم ليها اختراعات كتيرة جدا، تحفة بجد. انا دلوقتي محتاجة العلبة دي علشان ليها غطا، علبة التونة ما فيهاش غطا، وانا عاوزة اعمل العلبة دي احط فيها البخور، فما كانش هينفع خالص ان انا اعمله يعني على طول في علبة التونة. انتوا فاهمين بس وجهة نظري ايه؟ فنقلت الشمع بقى في علبة التونة، والعلبة دي علشان ليها غطا اخدتها للبخور. بصوا بقى انا عملت ايه. اول حاجة المفروض ان العلبة دي تتصنفر، يا اما هتضطر ان انت تديها كذا وش علشان الدهان يثبت عليها. يعني بتدي الدهان الاول وبعد كده بتستني ينشف وبعد كده تدي الدهان التاني، لو احتاجت التالت برضو بتديها. لو طبعا صنفرتيها مش هتحتاج غير مرة واحدة بس دهان. وبعد كده بقى حطيت لها اللي هو العلبة اللي انتوا شفتوها البيضة دي، ده ورنيش مائي شفاف. اللون الابيض ده لما ينشف هتلاقيه بقى شفاف خالص، واخد لون الحاجة اللي انتوا دهنينها على الحاجة بتاعتكم. فما تقلقوش خالص، ادهنوا كده بالفرشة بقلب جامد وهيدي لون شفاف في الاخر. لو استغنيتوا عن النقطة دي هتبصم معاكم. وزي ما انتوا شفتوا كده انا وريتكم ايديا ما كانش طالع فيها اي دهان ولا اي حاجة بسبب الورنيش المائي اللي انا حطيته. وبعد كده بقى جبت شريط استراس كده ولزقته عليها من الجناب، وحطيت الفص اللي هو من فوق ده علشان يدي شياكة كده للعلبة بتاعة البخور. وده بقى عندي احلى طقم مبخرة بالعلبة بتاعتها بالماسك كمان. عندي ماسك سيلفر، مرضتش احط له اي حاجة بصراحة، اكتفيت بس بالمبخرة والعلبة بتاعة البخور. عاوزه اقول لكم ان طقم المبخره ده بيتباع بره غالي جدا. قدام بقى شويه ممكن اعمل لكم الصينيه اللي بتتحط عليها المبخره وعلبه البخور، الصينيه كده مرايه بالسيرف بتاعها، بيبقى برضو فيه كده شغل استرسات او فصوص، او هشوف بقى هعمل ايه فكرتها وقتها. تابعوني ان شاء الله هعمل لكم الطقم كله كامل. بصوا بقى الراديو بقى اللي سألتوني عليه كتير جدا. الراديو ده انا مش مشترياه شكله جولد كده ولا حاجة، هو لونه ازرق زي ما انتوا شفتوا، دي الطبيعة بتاعته. يعني ده لونه الاساسي كان لونه ازرق. حبيت بقى ان انا اغير له اللون بتاعه. اول حاجة بدأت بيها الاسم بتاعه، كان الماركة كده موجودة على نص الراديو. جربت بصراحة الاول ان انا اصنفره كده باي حاجة او بالسلك الخشن، عارفينه اللي هو بنغسل بيه المواعين طبعا من غير مية يعني عشان كهربا طبعا. فجيت ان انا اقشر الاسم كده، او لقيت ان الراديو هيتجرح بصراحة معايا، فمرضتش اعمل الخطوة دي. جبت الوان مية، انا كان عندي لون مية اسود، ما كانش عندي بوهية سودا بصراحة. فقلت مش مشكلة هستخدم الوان المية، كده كده انا بحط طبقة الورنيش فبيثبت عليها اي حاجة انا حطاها، سواء بقى الوان سواء بوهية
اي حاجة حطاها هتثبت عليها ان شاء الله. فشلت كده كل الاسم بتاع الماركة اللي كان موجود، وبقى لونه اسود زي ما انتوا شايفين كده. ما كنتش حابة بصراحة اسم الماركة كده يعني، انا بقى عايزة احوله راديو تركي كده، فيبقى تركي بقى من كل حاجة. جبت بقى اللون الجولد ده، ما كانش عندي الدهان الجولد نفسه، كان عندي سبراي. وقلت اسهل على نفسي بدل ما اجيب لزق بقى والزق الاماكن اللي المفروض ان هي ما يجيش عليها السبراي. قلت خلاص هجيب الفرشة التخينة دي وهعمل بيها الاماكن اللي انا عاوزة الونها بس. رشيت شوية سبراي على المفرش اللي انا كنت فرشاه، وابتديت ان انا اخد كده شوية بشوية من الفرشة لحد ما دهنت كل الراديو. استنيته ينشف. لو في اماكن كده حسيتي ان هي ما اتدهنتش كويس، بتعيدي عليها تاني بعد ما بينشف اول وش ده. ولما بينشف بقى خالص بحط بقى عليه الورنيش المائي ده، صديقي الصدوق، بستخدمه في كل حاجة بجد يعني. العلبة بجيبها بعمل منها افكار كتيرة جدا، وهي كمان سعرها مش غالي قوي. انا حبيت اغير يعني ستايل الديكورات عندي في البيت عموما، اكتريته سيلفر، او هو سيلفر يعني. اكيد مش هعك، مش هدخل جولد وحاجات كده، وانا اصلا عندي الدلسوار والانتريه سيلفر. فالحيطان حتى عاملاها برضو سيلفر، الديكورات بجيبها سيلفر. فبصراحة كنت يعني ايه، عارفين انتوا اللي هو مشتاقة قوي اللون الجولد ده، بقالي كتير ما دخلتوش في اي حاجة خالص. فقلبت بقى كل ديكورات المطبخ خليتها جولد، قلت عشان ما احرمش نفسي من حاجه بقى، يبقى بره سيلفر وجوه جولد. فبما ان الراديو حطوه على رخامه المطبخ، فهيبقى جولد برضو مش سيلفر. بحطه على رخامه المطبخ او رخامه البار اللي هي بتبقى بين الريسبشن والمطبخ. كده افكار النهارده خلصت. استنوني في بارت 2 ان شاء الله، هنزله بكره او بعده. تنسونيش بقى في اللايك والشير، وعاوزة اعرف رأيكم بقى ضروري في الكومنتات. استمر بقى في المحتوى بتاع الهاند ميد ده، ولا انتوا ايه رأيكم؟ اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.